اهلا بيكم ابطال 2023. بصراحه يمكن الفيديو ده يكون مختلف شويه لان هو اول فيديو هينزل على القناه من غير ما يكون فيه شغل مونتاج كتير، ودي حاجه انا قاصدها لان انا حابب ان الفيديو دوت يكون في صوره فضفضه كده بيني وبينكم، في صوره كلام كأن احنا اصحاب قاعدين مع بعض وبنتفق وبنحدد مع بعض الفتره اللي جايه هنعمل ايه مع بعض. فبكل بساطة أنا صحيت النهاردة بدري شوية، كان عندي حبة مذاكرة عايز أخلصها قبل ما أروح الكلية. فقعدت أفكر في القناة عموما، وأول فيديو نزل وأول حاجة عملتها وهي كانت بالظبط إن أنا بدأت معاكم كده من أول ما أنتم ما دخلتوا ثانوية عامة. كل واحد هنا عامل لي سبسكرايب من أول ما أنا ما بدأت خالص، عارف فيديوهاتي من البداية خالص، وأول فيديو نزل على القناة ولحد دلوقتي مكملين مع بعض بعد ما بقى عندي 3000 ونص سبسكرايبر. ويعني دي يمكن أكتر حاجة بتفرحني، يعني الفيديو اللي أنا بقعد أتكلم فيه معاكم مثلا شوية ده حرفيا ممكن يخليني اقوم انجز انجاز كبير جدا، واتمنى انه يكون نفس ردة الفعل عليكم لما انتوا بتقعدوا مثلا وتسمعوني، بتحسوا لا في فرق، لا احنا عايزين ننجز، عايزين نخلص اللي ورانا. فلما صحيت النهارده بدري قلت هو ليه لا، يعني ليه لا ان احنا مثلا ممكن نذاكر مع بعض او ان احنا نكون متواصلين مع بعض. عموما انا بديلكم فيديوهات وانتوا بتقولوا لي اللي محتاجينه في صورة كومنتات. ففكرت ان احنا ممكن نعمل على القناه سلسله اسمها ستادي ويز مي، تكون في صوره لايف، وكمان اللايف دوت مش هيفتح في نص اليوم ولا هيفتح حتى في اخر اليوم، لا ده انا كمان هحاول ان انا اشجعكم وهفتح اللايف دوت من بدري، يعني من الساعه 5 الفجر او من الساعه 6، بحيث ان انت على طول تقوم تصلي الفجر وتبدا المذاكره على طول. طبعا بعد ما تكون صليت الفجر ودعيت بالكليه اللي انت بتحلم بيها، وتبدا بقى المذاكره وانت عقلك صافي. بصراحه في ناس كتير منكم قوي قوي يعني بتكون نفسها ان هي تصحى ونفسها ان هي تأدي وتفتح الكتاب وتحل وتخلص كل اللي وراها، بس لما تيجي تقوم كده تحس ان مفيش حد بيشجعها، تحس ان الناس دي دايما بتكون عايزه زقه. ففكرت ان ليه ما نكونش على القناه ديت احنا اللي بنديكم الزقه، لان انتوا زي ما انتوا متراكم عليكم حاجات، واكيد طبعا انتوا مضغوطين كناس في ثانويه عامه نفسها تحقق حلمها وتدخل الكليه اللي بتحلم بيها. انا كمان برضو عندي في الكليه اتراكم عليا حاجات من بعد الميد ترم، لان احنا بنكونوا موقفين شويه المحاضرات الجديده ومركزين في اللي احنا داخلين نمتحن عليه. فلما بنخلص الميد ترم بنتفاجئ ان احنا علينا كميه محاضرات للفاينل بقى عايزين نذاكرها. ف ليه ما نصحاش مع بعض، انت تذاكر وتخلص اللي عليك وكمان تشوفني وانا بذاكر وبخلص اللي عليا، نفتح في نفس الوقت اللايف ونقعد ان احنا نذاكر سوا. وكمان في اللايف دوت هنبعد بقى من جنبنا اي حاجه ممكن ان هي تشتتنا، هنبعد الموبايل خالص، هيكون مفتوح على اللايف وهنكون مركزين في المذاكره اللي احنا بنعملها. وهنقسم مع بعض البريك، مثلا لو اللايف دوت هيقعد ساعتين ثلاثه فهنقسم مع بعض البريك، هنقعد نتكلم شويه، هنشوف المشكله اللي عندك، الماده اللي انت مش عارف تذاكرها، اي حاجه واقفه معاك في المنهج، اي حاجه مش عارف تذاكرها في الاحياء ممكن نشرحها لك من تاني. هنكون في اللايف دوت بمعنى اصح كاننا قاعدين مع بعض في وركينج سبيس او في مكان بنذاكر فيه كلنا، وقاعدين بنذاكره وبنخلصوا كل اللي ورانا. دي كانت مجرد فكره انا بصراحه حابب ان انا هبدا فيها. انا هسيب الفيديو دوت على القناه ممكن يوم يومين، هشوف رد فعلكم على الكومنتات، سواء انتم محتاجين الفكره ديت او انتم مخلصين كل اللي وراكم او انت مسيستم حالك او انت عارف تصحى عارف تظبط كل اللي وراك، ممكن ما تكونش محتاج الفكره ديت وممكن يكون غيرك محتاج الفكره ديت. عشان كده انا هسيب الفيديو على القناه وعايز اشوف رد فعلكم في الكومنتات، ولو لقيت حتى 10 او 20 مقبلين على الفكره ومحتاجين دوت فاكيد انا مش هتاخر عليكم. لو لقيت ان في ناس محتاجه الفكره ديت فهنبدا فيها على طول مع بعض، وهننزل فود وهنحدد كمان الميعاد اللي احنا هنبدا فيه والساعه اللي انتم تحبوا ان احنا نبدا فيها اللايف، لان دي الساعه اللي انت هتكون صاحي قبلها بحبه صغيرين كده وجهزت المكتب بتاعك وجهزت الحاجات اللي انت عايز تخلصها وتبدا مذاكره معايا ان شاء الله. حقيقي في ناس كتير منكم ممكن تكون عايزه ان هي تخلص حاجات كتير جدا، بس هي بس مستنيه ان في حد يعمل معاها نفس الحاجه، حد يصحى معاها في نفس الميعاد، حد يبدا معاها في نفس الميعاد اللي هي هتذاكر فيه، حد يذاكر معاها نفس الماده اللي هي هتذاكرها. وده على فكره وارد جدا، ممكن انت تخش اللايف هنكتب بقى احنا عايزين نخلص ايه، انا مثلا هقول لكم انا عايز اخلص المواد الفلانيه اللي عندي في الكليه، انت عايز تخلص الاحياء والفيزياء والكيمياء، هتلاقي واحد تاني بيقول لك ده انا كمان هذاكر الاحياء، تبدا بقى تحس ان انت مش لوحدك، لا انا في ناس قايمه معايا بدري، في ناس قايمه في نفس الميعاد اللي انا صحيت فيه، في ناس بتبدا ان هي تخلص المذاكره اللي عليها. فدايما تخلي الحاجه اللي انت عايز تحلها الصبح، لا احنا بدل ما تحلها لوحدك تعالى حلها بقى في اللايف معانا. ولو في حاجه في الاحياء زي ما قلت لك وقفت معاك طبعا هتلاقيني برد عليك على طول. في اخر اللايف كمان احنا مش هنقفل على طول، لا احنا هنقعد نتكلم مثلا مع بعض 5 10 دقايق في اخر اللايف، نتفق على ميعاد اللايف اللي بعديه بحيث ان احنا نكون متابعين مع بعض دايما انت بتصحى امتى وبتذاكر امتى. طبعا ده هيكون جزء بسيط جدا من المذاكره اللي انت بتعملها في يومك، انا مجرد بس ان انا هشجعك ان انت تصحى وهنقعد مع بعض اللايف ممكن يكمل لساعتين ثلاثه، لكن بعد الساعتين ثلاثه دول انت هتعتمد على نفسك وهتكمل مذاكره لوحدك. دي مجرد حاجه تبدا ان هي تشجعك، لو انت لسه ما بداتش في ثانويه عامه وحابب ان انت تبدا فما تفوتش الفرصه ديت. اتمنى اكون فدتكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.